جماعة احنا مش في ايجيبت، احنا في مصر وتحديدا في الغربية، وتحديدا اكتر احنا في طنطا، يعني المدلعة المتهشتكة. عايزين نعرف مين اللي دلعها وليه دلعها اصلا، يعني عمل ايه؟ احنا مش فاهمين حاجة، لسه هنعرف كل ده. في حاجة تانية ما تعرفهاش عن اهل الغربية وبالذات طنطا، ان نسبة المواليد قليلة جدا. ايه اللي بيحصل؟ ايه فكرهم؟ مش عارفين، لسه عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. عايز سر من اسرار طنطا. طنطا لسه فيها حته العادات والتقاليد والحاجات الجميله اللي يمكن بعض المدن مفتقداها. طنطا مشهوره بالسر البدوي، حمص والحلاوه، حب عزيز. ثم طلعت بقى موضه جديده بقى فوق السنتين دلوقتي اللي هي المدلعه. المدلعه ديت بقت النهارده بيجي لها من كل فك عميق زي ما بيقولوا، يعني من شرقها لغربها. ليه اهل طنطا مواليدهم قليله؟ يعني هي احصائيه، خلي بالك يا احمد. يعني هو احنا الغربية دلوقتي بالذات طنطا المواليد عندهم قليلين. هو دلوقتي طنطا برضو مهما كانت هي مدينه صغيره مش كبيره. اهل طنطا كرمه، حتى في الضيف لما بيجي بيكرموه. دي حقيقه مش كلام. ليه احنا مثلا لما يجي واحد بيسال، يعني مثلا ممكن ابقى في اي مكان من اي محافظه من المحافظه، بسعى مكان يقول لك امشي قدام، طب اسال قدام. طنطا هنا تدي المعلومه على طول لاي واحد، لان الغريب اعمى لو كان بسيط. احمد ممكن تقول لي ايه اشهر الاماكن اللي موجوده في طنطا؟ بص يا أستاذ خالد، هي طنطا يمكن كلنا عارفين ان ليها افيهات كتير في الافلام، يعني طبعا. عادل امام لما قال بلدي طنطا وحتى عيشها وانطه وغيره وغيره. فطنطا معروفه يمكن من زمان زي ما احنا بنقول. طنطا يمكن من اشهر الاماكن اللي فيها السيد البدوي. طبعا. السيد البدوي يمكن ليه المولد اللي هو بيتعمل كل سنه، بيجي له ناس من كل الاماكن وتحديدا في الصعيد. تمام. يجوا هنا بيقعدوا مثلا بالاسبوع وبالاسبوعين ويكون في استعداد كامل للمحافظه. نعم. يعتبر عندنا السيد البدوي هو رقم واحد فعلا من الاماكن اللي موجوده. عندنا منطقه اسمها تحت البواكي، دي كلها عمارات اثريه زمان، مثلا بترجع مثلا تاريخها 300 400 سنه. مساء الفل، مساء اخبارك النور. ايه؟ تمام، الحمد نحب لله. نتعرف على حضرتك. أنا السيد محمد رمضان، محامي من محافظة الغربية، ساكن في مدينة طنطا، ومتجوز بقالي حوالي 6-7 سنين دلوقتي، ومعايا بنت واحدة صوفيا. احكي لنا بقى لما جبت صوفيا احساسك كان عامل ازاي؟ لا، إحساس جميل جدا طبعا يا فندم، وحسينا بقى بشعور أهالينا، يعني شعور أهالينا كان دايما يتكلموا على آلائهم علينا والكلام من ده كله، ما كناش مصدقين الكلام ده لغاية اما حصل فعلا وإن ربنا كرمنا وجبنا صوفيا. عايز أقول لحضرتك لو هي مثلا اتلمست، اللمسة دي بتبقى جوايا أنا. يعني لو اتخبطت حتى كده الخبطة دي بتبقى فيا أنا. ما بتجيش الناس تقول لك انت امتى هتخاوي صوفيا؟ ده كتير يا فندم السؤال ده. أنا عايز أقول لحضرتك يعني يمكن بعد ولادتها مفيش سنة بس. مفيش ح- سنه؟ اه بعد والله، سنه من والله ولادتها؟ مفيش سنة كمان. هي عادات قديمة كتير. مسألة امتى بقى نفرح تاني وامتى تخويها ومش عارف. مم. بس انا هقول لحضرتك حاجة، لما تبقي حضرتك مقتنعة بقرارك، خلاص يعني بإذن الله بتنفذيه في ميعاده يعني. يعني سمعنا كتير وشفنا كتير عن فكرة انه الراجل بيتمنى الولد الاول قبل البنت، عشان الناس لسه بتفكر في الموضوع ده ولا لا يعني، بس ده تمام. اللي سمعناه يعني مؤخرا كمان، ويمكن في حلقات قبل كده. هل فعلا كان عندك الفكر ده؟ لا طبعا يا فندم، لأن أصلا مسألة ولد أو بنت هي إن أصلا فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق، الفكرة لوحدها نعيم يعني. طبعا. تمام. وبعد ما جت صوفيا بقى، وعايز اقول لحضرتك حاجه، مع المواقف والتعامل بينا والكلام من ده، ضحكتها لوحدها بتنور الدنيا عندي يعني، تنسى اي حاجه تاني. ما فكرتش ان انت تخلف تاني؟ يعني صوفيا دلوقتي عندها كام سنة؟ عندها 5 5 سنين سنين. وشهور. ما فكرتش ان انت تجيب اطفال تانية؟ وايه اللي خلاك تستنى كمان؟ والله يا فندم عشان ما نضغطش على الطفل التاني، لان طبعا الطفل الاولاني
لما يبقى استعجلنا قوي مثلا زي بعض الاصدقاء والقرايب كده، لو استعجلنا مثلا في ان احنا نخلف الطفل التاني بيضغط على الاولاني، وبرضه مساله الغيره بتبقى متعبه. طب والقرار ده اخدته مع مراتك؟ يعني قعدتوا اه تتكلموا اه في اه طبعا الموضوع ولا انت مقتنع بده من زمان؟ من زمان، ده من قبل الجواز، المواقف اللي شفناها مثلا في الاصدقاء، قرايب، كلام من ده كله. طب يعني حضرتك شوف، محامي كمان، ده انت بتقولي انت طبعا، بتشوف قواضي كتير وبتشوف للاسف حاجات كتير في للاسف يا محكمة فندم. الأسرة يعني. ويعني يعني عايز اقول لحضرتك اكتر حاجه توجع القلب في المساله الاطفال. طب مم. مصيرها ايه؟ طب خلاص انا اختلفت انا وزوجتي وخلاص قررنا الانفصال. طيب انا قبل ما اقرر الانفصال، لمجرد ان انا اقرر الانفصال لان انا مش مرتاح معاها، انا اناني. ونفس الفكر بالنسبه للزوجه. يعني قبل ما حضرتك تفكري او قبل ما الشخصيه يعني تفكر في الانفصال، فكر في الطفل. الطفل ده انا هطلع منه حاجه من الاثنين، يا اما هطلع منه كارثه نفسيه، يا اما، وده في الغالب اللي هيحصل. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك ان ده عندنا الموضوع للاسف في زياده. يعني موضوع للاسف الطلاق في زياده، وده راجع لقله الوعي برضه. طب لو جينا اتكلمنا برضو على فكرة الوعي، لأن احنا لما بنقول طنطا بيقولوا إن طنطا يعني من المحافظات يعني اللي فيها وعي، م. لكن يمكن زي ما كنا بنتكلم أنا وأنت إن القرى اللي حوالين طنطا كمان لا الوعي مختلف. تمام. فالنهاردة أنت بتشوف الوعي عامل إزاي وأهمية الوعي وإحنا واصلين لإيه ومحتاجين إيه برضو عشان تمام. نزود من الوعي. تمام. والله يا فندم، هي اولا هي المساله تبدا من المدارس، تبدا من كل حد في مكان عمله. يعني في مكان عمله. انا النهارده مثلا عايز اقول لحضرتك حاجه، لو جه النهارده مثلا ولنفترض موكل وخلاص ومصر على مساله الطلاق وبتاع، فبيبقى من ضمن الاساسيات اللي انا بفكره دايما بيها واول الكلام في اطفال ولا لا. مم. وللاسف النهارده يا فندم المساله دي هي اللي بيدفع ثمنها الطفل. صح. ولان مهما كان لها يعني مش هيبقى حد عليه كويس زي ابوه وامه. طيب خلينا نرجع بقى لعيلة زمان وعيلة دلوقتي كمان. يقول لك ان زمان كتر العيال في العيلة يعملوا كده عزوة ويعملوا كده حس في البيت يعني. تمام. يعني ده يعني في دلوقتي في وقتنا بيعمل تحديات كبيرة جدا. انت من وجهة نظرك وكمحامي كمان لما بتيجي تتكلم مع الناس او بتشوف ده بيحصل قدامك بتقول لهم ايه؟ طيب انت النهارده 7 و8، يعني بالنسبه لك كان الامر سهل. فيما بعد دراستهم عامله ايه؟ صح. حياتهم عامله ايه؟ طيب النهارده عشان مثلا اوفر لهم لبس، عشان اوفر لهم، مع العدد الزياده ده يا فندم طبيعي غصب عني هاثر معاهم. طب ليه اظلم بقى طفل بطفل يعني؟ انت شايف او ممكن تنصح الناس يستنوا وقت قد ايه ما بين كل طفل والتاني؟ مش اقل من 6 سنين. مش اقل من 6 سنين او طفل واحد يكفي. صح. لا، طب ما طفل واحد انا لو اعتنيت بيه كويس جدا، تمام، الطفل نفسه هيدعي لي في يوم من الايام. زياده الاطفال حتى بيأثر صحيا على الام طبعا. وعلى الاب والله، وعلى ظهر الاب وعلى كتاف الاب طبعا وكل حاجه كنت شايل الهم بيأثر يعني. صحيا طبعا. بس يعني اقصد اقول لحضرتك ايه، طبعا لما مثلا بيبقى أكيد. مجهود طفل غير مجهود طفلين بيأثر حتى صحيا فيها يعني. طب تحكي لنا على موقف ما بين صوفيا ومامتها كده وانت كنت واقف في النص كده ما بينهم او انت سبب المشكله. جت في الصوره بتاعتها مامتها زي بتنججني كده يعني في الصوره. لا 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 يا نهار ابيض يا فندم، كان حاجه رهيبه جدا يعني. كانت حاجه رهيبه جدا. والاعتراف بقى في كل حاجه. الاعتراف في كل حاجه مع مامتها. ويعني انا عايز اقول لحضرتك ايه، يعني بحاول ان انا اكون حكم فيصل يعني. بتحاول. بحاول يا فندم، لان الاثنين الموضوع يمكن مش عارف بصراحه هل الولد نفس الفكره قوي، بس بيتهيألي البنات اكتر يعني. نورتنا وشرفتنا النهارده. شكرا. اشكرك جدا على وجودك معانا. حضرتك الله يخليك. شكرا لحضرتك. المباعدة بين إنجاب الأطفال بتنعكس على الأسرة والمجتمع كله، وعلشان نبسطها لكم خلونا نشرح ده في مثال صغير. أسرتين عندهم نفس العدد من الأطفال، نفس العدد أهو، بس الأسرة الأولى طبقت مباعدة متوسط 5 سنين بين كل طفل، والأسرة التانية ما حسبتش ده وما طبقتهوش. الأسرة الأولى أطفالها اتربوا في ظروف أفضل، الطفل الأول خد حقه في الرعاية والحب والمصاريف كمان، ولما جه الطفل التاني كان الطفل الأولاني اتعلم من الأب والأم الحب والاهتمام ده، وبقى هو كمان يديه للطفل اللي لسه مولود.
الأم خدت وقتها وارتاحت بعد أول حمل وولادة ورضاعة. نروح للأسرة التانية بقى. الطفل الأول ما كانش فيه على الحجر غيره طبعا، وفجأة وبدون مقدمات لقى الاهتمام بيتسحب منه من غير إحم ولا دستور، علشان ولي العهد الجديد شرف، وطبعا مولود جديد بيبقى محتاج اهتمام أكبر. الطفل الأول حس إن هو ما خدش كفايته، وبيني وبينكم أكيد حس بالغيرة برضه من أخوه أو أخته. والطفل اللي لسه جاي للدنيا ده الاهتمام كمان متقسم ما بينه وما بين الطفل الأولاني. وطبعا الأم ما قدرتش تاخد راحتها أو تتعافى من تعب الحمل والولادة والرضاعة ومسؤوليات البيت ونفسيتها أصلا. وطبعا الأب كمان بيواجه تحديات كتير في توفير الوقت والمجهود وماديات البيت اللي اتضاعفت في وقت قصير جدا. علشان كده بنقول إن المباعدة في الإنجاب ضرورة هتخلي بيوتنا دايما أسعد، وهتنعكس على مجتمعنا أكيد بالإيجاب. المباعدة في خلفة العيال واجب علينا عشان نعرف نديهم حقهم ونراعيهم، وكمان نصرف عليهم ويتربوا في عزنا، وده سر من أسرار الأربع حيطان. لتلقي الدعم والإرشادات نورونا في العيادات المتخصصة التابعة للإدارة المركزية لتنمية الأسرة.